أهلا بيكم مع حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. النهاردة حابب أدي يعني زي فكرة صغيرة كده عن مواقع الفريلانسنج، إيه مميزاتها وبتشتغل إزاي، وليه أنا دايما بنصح الناس إن هي لما تبتدي تشتغل عن طريق مواقع الفريلانسنج. خليكم معايا لحد الآخر وأتمنى تلاقوا الحلقة دي مفيدة. طيب، ايه هي مواقع الفريلانسنج؟ مواقع الفريلانسنج عبارة عن اقدر اشبهها بوسيط ما بين واحد عنده مشروع عايز حد يعمله له، بس مش بيحتاج المشروع ده بشكل دايم لدرجة ان هو ممكن يوظف موظف جديد عنده في الشركة. حد مثلا عايز يعمل ويب سايت، هيعمل ويب سايت لمرة واحدة بس، فمش محتاج يهاير ويب ديزاينر او ويب ديفلوبر في الشركة، فبيدور على حد يتعاقد معاه يعمل له الويب سايت بتاعه ده. وهنا بيجي دور مواقع الفريلانسنج. بيجي صاحب شركة او صاحب مشروع بيقول انا عايز اعمل ويب سايت، يا ترى مين احسن واحد يعمل لي الويب سايت دوا ويعمله بميزانية كويسة. فبيروح هو كصاحب مشروع ويعرض المشروع بتاعه على موقع الفريلانسنج. هنقول مثلا موقع زي ابورك او فريلانسر او واتيفر الموقع اللي بنتكلم عنه. بيجي صاحب الشركة او صاحب المشروع بيقول يا جماعة انا محتاج اعمل ويب سايت، الويب سايت ده مكون مثلا من 5 صفحات، عايز احط فيهم الخواص الفلانية، ومحتاج البروجكت ده يبقى جاهز مثلا في خلال شهر. بيعرض المشروع بتاعه، بيبتدي انا او اي فريلانسر تاني داخل بيبتدي عايز يشتغل، فبيروح يبص على المشاريع المعروضة. لقيت انا مثلا المشروع دوا في واحد بيقول عايز يعمل ويب سايت للشركة بتاعته، انا عندي خبرة في المجال ده، طب اشوف عايز ايه. ببتدي اقرأ التفاصيل اللي صاحب المشروع حاططها، وببتدي اشوف هل انا عندي خبرة في الحاجة اللي هو طالبها دي، هل اشتغلت زيها قبل كده، هل هو ده مجالي، تمام دي حاجة مناسبة ليا. ببتدي اقرا التفاصيل بتاعته كويس قوي، بشوف ايه متطلباته، لو في اي تكنيكال ستيبس هو حاططها او تكنيكال يعني شروط معينه لازم تبقى موجوده في الويب سايت، بتاكد ان انا عندي. وبعدين ببتدي اعمل حاجه اسمها بروبوزل، ببتدي اكتب له بقول له شكرا على المشروع اللي انت حطيته، انا اسمي فلان الفلاني، انا بشتغل في المجال دوا وبعمل ويب سايتس وعندي الخبره اللي انت محتاجها وهقدر اعمل لك كذا وكذا وكذا، وبحط بالظبط كل الحاجات اللي انا هقدر اعملها. وانا بقدم على المشروع بقول له كمان لو عندي امثله اقدر اوريها له، بحط له مثلا لينكس لويب سايت عملتها قبل كده، او بوري له صور من شغل عملته قبل كده شبه الشغل بتاعه، بحيث اقدر ان انا اقنعه. وبقول له حاجتين، بقول له انا هقدر انفذ المشروع ده في خلال فتره قد كذا، هقول مثلا 5 اسابيع، انا محتاج 5 اسابيع عشان اسلمك الشغل، والتكلفة الإجمالية مثلا هنقول إن هي $500. بيجي صاحب المشروع بيجي له عرض مني وعرض من واحد تاني وتالت ورابع وهكذا، يبتدي هو يقرأ كل العروض اللي جات له. بعد ما بيقرأ العروض بيشوف مين الناس اللي هو شايف إن العروض بتاعتهم مناسبة اللي هو بيدور عليه، من حيث البادجت بتاعته، من حيث المدة الزمنية. وبعد كده يبتدي يفاضل ما بين أحسن الناس. هنقول مثلا إن هو لقي 5 دول أحسن ناس مقدمين، بيبتدي يدخل على البروفايل بتاع كل واحد من ال5 دي، يشوف يا ترى اشتغل قبل كده ولا لا، طب الشغل اللي اشتغله ايه التقييمات اللي خدها، طب ايه المجال اللي هو متخصص فيه، طب الناس اللي اشتغلت معاه قبل كده كتبت عنه ايه، وهكذا. وبعد كده بيبتدي يقدر مثلا نقول ان هو قلل الليستة بتاعته من 5، اختار احسن 3 بناء على الحاجات اللي شافها من البروفايل بتاعهم. بيبتدي بعد كده ممكن يبعت يسأل أسئلة لكل واحد فيهم بحيث يفاضل بينهم، أو ممكن يحب يعمل انترفيو، فبيقول لي مثلا أنا عايز أعمل انترفيو، يناسبك إمتى؟ بنتفق على ميعاد وبنعمل كول سواء بالفيديو أو بالصوت، وبيبتدي يسألني الأسئلة اللي عنده، طب أنت وريني أمثلة من شغلك تاني، طب بتعرف تعمل الخواص دي، طب هل اشتغلت في نفس المجال بتاعي، وهكذا، لحد ما في الآخر يرسى على واحد هو شايف انه اكتر واحد مناسب للمشروع بتاعه. بيبتدي يعمل لي هاير على الفريلانسنج ويب سايت. وغالبا كمان بنتفق ان احنا نقسم الشغل لحاجه اسمها مايلستونز يعني زي خطوات صغيره. فبنقول مثلا ان انا اول ما اعمل لك تصميم للصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع،
هتدفع لي مثلا $100. فانا ببتدي اشتغل، بوري له التصميم، باخد موافقة عليه، فبيحول لي $100 الاولى لحسابي على الموقع. بعد كده بنتفق مثلا ان انا بعد ما اعمل لك ال5 صفحات الباقيين هتحول لي مثلا $300 كمان. برضو برجع اشتغل وهكذا، وبفضل على تواصل مع صاحب المشروع. بيجي بعد ما خلصت باقي الصفحات بيحول لي مثلا $300 اللي باقيين. كده بيبقى باقي 100. بنقول مثلا ان بعد ما بعمل لونش للويب سايت او بعمل بابلش وبنجرب ونتاكد ان كل حاجه موجوده بيدفع لي الباقي. فعلا بكمل شغلي، بخلص ببابلش الويب سايت، بيشوفه، بيراجع كل حاجه، بيطمن ان كل حاجه شغاله فيه تمام كده، كل حاجه تمام. فبيبتدي يحول لي المبلغ اللي باقي. كده يبقى هو حول لي كل المبلغ من خلال المايلستونز. الفلوس دي بقى بتروح في حسابي على الموقع. بيبتدي الموقع ياخد العمولة بتاعته. كل موقع الفريلانسنج ليه عمولة. في موقع بتاخد 10%، في موقع بتاخد 20% على حسب الموقع. وبعد ما البروجكت بيخلص بيبتدي كل واحد فينا يكتب الريفيو بتاعه عن التاني. انا بكتب الريفيو بتاعي عن العميل، يا ترى كان تعامله شكله ايه، يا ترى دفع الفلوس في ميعادها ولا لا، هل واضح في المواصفات اللي طالبها، هل التعامل معاه سهل ولا لا، وبديله ريتنج من 5 أو من 10 ستارز. هو بيعمل نفس الحاجة عني، بيقول ان انا اشتغلت مع الفريلانسر دوا ولقيته ان هو مثلا مريح في الشغل، سريع في الرد على الرسائل بتاعتي، تكنيكالي هو مستواه عالي، وهكذا. بعد ما كل ده تم يبقى كده المشروع ده كده خلص تماما. يبقى انا خدت الفلوس بتاعتي بتاعة المشروع، سلمت العميل كل حاجة هو طلبها بكل حاجة مرتبطة بالمشروع، وانا خدت التقييم بتاعي وهو خد التقييم بتاعه. وبعد كده انا ببتدي بقى ادور على مشروع تاني. دي كده الدورة الكاملة بتاعة موقع الفريلانسنج بيشتغل ازاي. وزي ما شايفين الموقع بيديني كذا ميزة. بيضمن لي حقي في الفلوس، الريفيوز اللي انا باخدها بتحسن بقى اسهمي لما اجي اقدم على مشروع تاني، وكمان بيعرفني على عملاء انا ما كنتش هعرفهم من غير موقع الفريلانسنج. وطبعا بيبقى فيه مميزات للعميل بنفس الطريقة. دي الطريقة اللي بتشتغل بيها اغلب مواقع الفريلانسنج الكبيرة، زي ما قلنا Upwork، فريلانسر، وفي مواقع تانية كتير. اتمنى يكون الشرح ده كده واضح. ولو في اي اسئله عن ازاي موقع الفريلانسنج بتشتغل، في ناس احيانا بتبعت لي طب انا يعني انا هعمل ايه او الموقع دوره ايه. اتمنى يكون كده الصوره وضحت. لو في حاجه نقطه معينه مش واضحه يا ريت تقولوا لي في الكومنتات وهحاول اتكلم عنها في مره تانية. اتمنى تلاقوا الابيسود دي مفيده، واشوفكم في حلقه جديده من اسرار الفريلانسنج مع ماندو. شكرا لك.